شلون اربيلو خسر ويا مورينيو وشلون مورينيو انطى اربيلو درس عمره ما راح ينساه طول حياته. صديقي اربيلو عنده خطه براسه كانت هي الفكره الاساسيه اللي بعمليه البناء، انه هنلعب بخطه 4-2-3-1 عن طريق هويسن هو اللي راح يركض بالكره ويطلع بيها قدر الامكان، باعتباره اكثر لاعب يكون مرتاح بين دفاع لاعبي ريال مدريد اللي بصراحه عليهم علامات استفهام كلش كبيره. نفس الوقت انا راح ارحل فالفيردي حتى يكون الظهير اللي يساند الهجوم، ونفس الوقت راح العب عليه فكره العرضيات، استخدم وجود فالفيردي كمفتاح للكروسات، وهذا الشيء اللي شفناه باغلب فترات المباراه بالشوط الاول. تربلو قال لك انا عندي مشكله كلش كبيره، اني لا دا اقدر اقنع مبابي ولا دا اقدر اقنع فينيسيوس انه اثنينكم ما تلعبون على الجهه اليسرى. قال لك انا راح ارضخ للامر الواقع لانه ما عندي حل ولازم اتعلم من اللي صار ويا تشابي الونسو، استغل وجود مبابي وفينيسيوس على جهه اليسار، فاني ما عندي غير فكره انه اخلي حمل زائد هناك وبعدين نسوي سويتش على جهه فالفيردي اللي راح يكون وحده، باعتبار انت عندك مبابي وفينيسيوس اخطر لاعبين اثنين مهاجمين ممكن ياثرون على اي دفاع موجود بالعالم. مورينيو افتهم اللعبه ورجع احد لاعبي الوسط من تكون الكره عند ريال مدريد، بحيث قام يلعب بخطه 5-3-2 بس مو 5-3-2 اللي هي دفاعيه، قدر ما هي انه انا اعزل خطوره فالفيردي. هذا السبب نشوف انه اربيلو ما صار عنده حل غير انه يطب فالفيردي لمنطقه الجزاء واخلي اسينسيو هو اللي راح يتقدم اكثر، بس بيها كانت مخاطره كبيره. ومن هنا اجى الهدف الاول الريال مدريد عن طريق الكروسات، لان ما عنده اي فكره ثانيه بصراحه. مورينيو لاحظ اكو مشكله كلش كبيره عند ريال مدريد بعمليه المان تو مان. هذا كان مهاجم بنفيكا يسحب كاريراس ويا كاريراس، مطمئن انه المفروض المدافع الايمن بيلينغهام هو المسؤول عنه، لكن بيلينغهام بالسرحان راح يتركه، ونشوف انه ريال مدريد وهوايه تاذى من الجهه اللي عليها كاريراس، لان كاريراس دا ينسحب ويا مهاجم بنفيكا ودا تصير شوارع وراه، ما دا يغطي بيلينغهام ولا دا يتعب روحه. نفس الشيء راح يكون مثل المرايه على الجهه اليمين من جهه فالفيردي، اللي هو فالفيردي من راح يصعد وانت معتمد عليه انه يصعد كفكره هجوميه وحيده عندك، فهنا دا تترك شوارع وراك. هذا شفنا التحولات كانت مصيبه وقلق ما دا يقدر يحلها اربيلو طول المباراه. نفس الشيء لقطه الهدف الاخير، انت عندك اثنين مطرودين وتلاحظ انهم بابي وفيني ما يساندون الدفاع، فنلقى انه 5-7، يعني تخيل 5 مدافعين ضد 7 مهاجمين من بنفيكا. فهنا راح تبين عندك الفوارق الكبيره بالعقليه بين فيني ومبابي، نفس الوقت بين مهاجمين باقي الانديه، انه انا اسوي شغلي وبس انا موظف. صراحه هارد لك جمهور ريال مدريد، الدنيا ما منهارة بس متجهة للانهيار إذا ما صار أكو تضحية من اللاعبين سواء بمراكزهم أو بأدائهم، وراح نشوف هذا الشيء بالفترة تجي، وأشوفك بالفيديو.